السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية جاتوه حلو قوي. اهم حاجة فيه ان هي اقتصادية، ما فيهاش اي حاجة وبحاجات بسيطة جدا، وحاجات اكترها هتبقى موجودة ان شاء الله في البيت. بس لو اول مرة بقى تشوفيني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نبتدي ونقول بسم الله. اول حاجه انا هعمل طبقه الكيك بتاعتي. مقادير عباره عن ايه؟ انا معايا بيضتين وبدرجه حراره المطبخ لازم تكوني مطلعاها. طبعا فيه بيض، هيبقى فيه فانيليا، كوبايه سكر، ده سكر حبيبات عادي، عايزه تستعملي باودر تمام، بس اهم حاجه ما يكونش حبيباتها تخينه يعني، تمام، عشان تضرب معاكي بسهوله. ربع كوبايه زيت، كوبايه حليب، باكو من البيكنج باودر، وكوبايتين من الدقيق ولازم يكون منخول، وهاخد معلقه كبيره من الخل. ادي مقاديري. هبدا اخد البيض بتاعي كده بسم الله، هنزل بيه وهنزل بالفانيليا، وهنزل بكوبايه السكر. يبقى نزلنا بالبيض والسكر والفانيليا كده، وهضرب الكلام ده مع بعض. طبعا انا هضربها لحد ما تلاقي لونه اتفتح معاكي ويبقى كانه كريمي، تمام. خلاص كده بعد ما ضربتها كويس هنزل بمعلقه مليانه كده من الخل، معلقه كبيره، تمام. وهنزل بالزيت بسم الله، برضو هضرب الكلام ده مع بعض، تمام كده. هبدا انزل بقى كوبايه اللبن كده، برضو هديها ضربه بسيطه كده، تمام. هبدا انزل بقى بالدقيق بتاعي كده بسم الله، والبيكنج باودر كده، وباكل بيكنج باودر كامل، وهضربها ضربه بسيطه قوي بس كده، لحد بس ما احس ان هي اختلطوا مع بعض، مش عايزه ابالغ في الضرب كده، تمام. انا مش عايزه اضرب فيها كتير، يا دوبك بس احس ان المكونات كلها اختلطت مع بعض. انا هبدا اجيب الصينيه بتاعتي كده وهنزل بالخليط كله كده. ابدا بس ايه، عشان ما يبقاش فيها الفقاقيع دي او البابلز اللي بيبقى موجود فيها كده، واحطها بقى في الفرن. هحطها في الرف الوسطاني لحد ما تستوي معايا، هحطها في الفرن ونيجي نعمل الكريمه مع بعض ان شاء الله. دلوقتي هعمل طبقه الكريمه اللي هحطها على الكيك بتاعي. عباره عن ايه؟ معايا كوبايتين من الحليب، هاخد 4 معالق كبار من السكر، و3 معالق من الكاسترد. طب لو انت ما عندكيش ممكن تستعملي النشا عادي، مفيش مشكله خالص، بس الكاسترد بيديها طعم احلى ولون احلى، تمام. وهاخد نص كوبايه من كريم شانتيه ونص كوبايه من الماء المثلج، بس الكريم شانتيه والميه مش هستعملها دلوقتي. انا هجيب اللبن بتاعي كده او الحليب، وهنزل بالسكر 4 معالق بسم الله كده، 4 معالق. وهنزل بثلاث معالق كده كبار هرميه من الكاسترد، تمام. وهقلب الكلام ده كويس جدا. بعد كده هحطه على النار لحد ما يتقل معايا، زي ما بتعملي الكاسترد عادي خالص، ما فيهاش اي مشكله. هحطها على النار، واول ما تتقل هنيجي نشوف هنعمل ايه تاني فيها. خلاص كده انا الكاسترد بتاعي خلص، انا مجرد بس ايه غلى معايا، تمام، وطفيت عليه. واهم حاجه وانت هو على طول على النار بتقلبي فيه عشان ما يكلكش معاكي. هبدا اجيب اي طبق كده وهبدا افضيه، مش هستعمله هو سخون كده خالص اهو. هغطيه بس باي ستريتش او اي كيس، وهسيبه لحد ما يبرد معايا خالص، عشان لما احطه على الكريمه ما تسيحليش الكريمه بتاعتي. هسيبه لحد ما يبرد خالص معايا، ونيجي نعمله بالكريمه ان شاء الله. خلاص دلوقتي انا هكمل بقيه طبقه الكريمه بتاعتي. انا سبت الكاسترد بتاعي برد خالص. هعمل ايه؟ انا هاخد نص كوبايه من الكريم شانتيه ده خام، وهنزل عليها كده بسم الله، وهنزل بنص كوبايه من اللبن من الميه المثلجه، عايزه تستعمليها لبن براحتك كده. وهبدا اضرب الكلام ده كله مع بعض، اقلبها بس عشان ما يفرش. كده تمام قوي. بصوا انا عايزه التقل ده كده حلو قوي. هعمل ايه بقى؟ انا هبدا اجيب الكيكه بتاعتي ونشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي انا هحضر طبقه الجيلي اللي هحطها عليها. عباره عن ايه؟ انا معايا كوبايه من الميه، دي ميه من الحنفيه خالص، مش محتاجه ان هي تبقى مغليه. معايا باكو من الجيلي،
اي نوع جيلي هيمشي معاكي. انا معايا ده جيلي مانجا فهستعمله، وهاخد معلقه كبيره من النشا. ادي مقاديري. هاخد كده معلقه وهنزل بكل مقادير عليها. معلقه كبيره من النشا، تمام. وهفك باكو من الجيلي عليه بالشكل ده. بسم الله. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس جدا لحد ما كل ده يدوب معايا، وهحطه برده على النار. انا عايزاه ياخد غلوه بس على النار، تمام. هحطه على النار ياخد الغلوه دي، وهسيبها لحد ما تبرد. طبعا طول ما هو على النار ما ينفعش تسيبيه خالص، لازم تفضلي ايدك كده فيها تقلبيها لحد ما يغلي معاكي. يغلي وهسيبه يبرد ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا الكيك بتاعي طلع من الفرن وسبته ده بس بسيط، تمام. انا معايا دلوقتي ايه؟ انا معايا ربع كوبايه من الحليب. هبدا اسقيها كده. طبعا بصوا انا الكيك بتاعي طري، بصوا ما شاء الله، مش محتاج، بس اللبن برضه بيديله طراوه وبيديله طعم احلى. فهسقيه كده بحاجه بسيطه من اللبن، ربع كوبايه كفايه اهو. انا هعمل ايه؟ انا هسيبه لحد بس ما يشرب معايا اللبن خالص ويهدى معايا خالص، تمام. وهنيجي نشوف اللي هنعمله بعد كده. انا جبت الكيك بتاعي كده، طبعا اتاكدت ان هو بارد خالص. ما ينفعش تحطي الكريمه وهو سخن عشان ما يسيحش معاكي الكريمه. هبدا اخد الكريمه بتاعتي كده وهنزل على الكيك بتاعي، وهبدا اسويها بقى كويس بالشكل ده كده. حاولي على قد ما تقدري نسويها كويس عشان لما تحطي طبقه الجيلي تبقى متساويه وشكلها كويس كده. هي السباتيلا بتبقى من الحاجات الحلوه اللي بتفرد معايا الكريمه كويس. دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا الجيلي بتاعي طبعا برد خالص، اتاكدت ان هو بارد، والصينيه الكريمه اللي في الصينيه طبعا بارده، تمام. وهبدا انزل بيها كده بسم الله. هو عشان سايل فهيبقى سهل ان شاء الله ان انت توزعيه كده. وهنبدا نوزعها في الصينيه كلها بالشكل ده. خلاص كده انا وزعت كل الجيلي على الصينيه بتاعتي. هبدا بقى ادخلها في التلاجة عشان وانا بقطعها تتقطع معايا بسهوله. هدخلها في التلاجة ان شاء الله ونطلعها بعد كده ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده انا طلعت الكيك بتاعي من التلاجة بعد ما برد خالص. هبدا بقى اقطعه التقطيعه اللي تعجبك. انا هقطعها قطع زي الجاتوهات كده بسم الله كده. حط المناديل معايا بس نمسح عشان ايه ما يلغوصهاش. بسم الله كده. هبدا انا عامله كده، هعمل روزيتات من الكريم شانتيه بسم الله. خلاص كده انا معايا وحدات من الكبيس. هبدا احط كل ايه على كل روزيتايه او كل وردايه نحطه ايه قطع كده. يعني الحاجه دي بتاعتك بقى، زوقيها او زينيها بالطريقه اللي تعجبك كده. انا معايا شوكولاته كده مسيحاها في حمام ميه. هبدا كده اعمل ايه حاجه بسيطه عشان بس اللون بس كده. بصوا قد ايه هي رقيقه وجميله وما فيهاش اي حاجه. بصوا الجمال، قطع جاتوه جميله. لو انت ما بتعرفيش تعملي جاتوه بجد هتعمليها بالطريقه دي هتطلع معاكي حلوه قوي وسهله ومش محتاجه اي حاجه. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك
والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.